في اختبارات ربنا بيحطنا فيها، مش علشان يوجعنا، لكن علشان يطهر قلوبنا ويعلمنا نرضى. أوقات الوجع بيجي من أقرب الناس، وساعتها بتحس إنك تايه ومش فاهم ليه. بس الحقيقة ربنا ما بيكسرش قلب بيحبه، هو بيهذب، بينقي، وبيقربك منه أكتر. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال سبحانه: وبشر الصابرين. يعني مهما حصل تفضل تحسن وتفضل تصبر، مش علشان الناس تستحق، لكن علشان ربنا يستاهل انك تكمل بخير. خليك واثق ان اللي شايف تعبك هو اللي هيعوضك، وان اللي في نيتك خير ربنا هيظهره في يوم ومهما تأخر. وخليك فاكر دايما ان ربنا دايما بيكشف لك الناس، مش علشان يوجعك، لكن علشان يحميك. فاحمده حتى لو الوجع كان كبير، لأن كل كشف ستر من رب حكيم. واللي ما يفرحش لفرحتك سيبه لربنا يصلح قلبه، وانت كمل طريقك برضا. فالنية الطيبة عمرها ما تكون غلطة.